العبد ده ايه؟ وعايز يجازيه على صبره في قضيه معينه حرم فيها، حرم مثلا حرم من الولد، حرم من البلد، حرم من اي حاجه، فربنا يديله اجر مش بالميزان بتاعه، مش بالميزان، يديله اجر احسن عمل هو عمله. يعني مثلا انت عملت عمل خدت عليه 5/10 وعملت عمل خدت عليه 10/10، ربنا ما يحاسبكش على 5/10، يحاسبك على 10/10 في العمل اللي انت صنعته. فقال ولا نجزين اللام اسمها لام القسم دخيل على الكلام، اي كأن الله يقول والله لا يجزين ولا نجزين الذين صبروا اجرهم، فالاجر هو خلاص على قد اللي عملوه، لا لاحسن ما كانوا يعملون، ينجي لك العمل اللي خدت فيه 10 ويسووه لك بالاجر اللي انت صبرت فيه في المسألة. الحمد لله. بأحسن ما كانوا يعملون في سورة النحل الآية رقم 96. أنا لما بقول لك الآيات بيبقى ليا غرض تروح تبص في المصحف في الآيات دي. اسمع الآية اللي فوق دي كمان، فوق دي ربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم. ده هناك كان إيه؟ في أحسن مكان. لا ده هنا فتح بقى خالص، فتح خالص، قال إيه؟ إنما يوفى. يا سلام عليك، مش هنظلمك ما تخافش، اللي انقصته في الدنيا يا سلام هيوفقهولك، هيوفقهولك، بس توفيق كريم منان. يعني واحد يقول لك انا اتحرمت انا ما خدتش، اشمعنى فلان ما تخافش، واثق في ربنا. لو انت قلبك عارف ان ليك رب هيديك فوق اللي انت عايزه. ولذلك بيقول لك ربنا يوم القيامه والناس واقفه مستنيه الانسان ينادي نداء بعيد جدا، يقول اين الذين ابتليتم فصبروا. انت تفكر ده مبتلى وده محروم، واحنا عرايق ما نعرفش. المبتلى والمحروم ده هذكر لك كده دلوقتي، المبتلى والمحروم ده عند الله احسن مني ومنك. المبتلى والمحروم ده اللي مش لاقي ياكل عند الله احسن مني ومنك. يقول لك يوم القيامه ربنا ينادي اين الذين ابتليتم فصبروا، قال فيقولون ها نحن هؤلاء، فيقول اذهبوا فادخلوا الجنه قبل اهل العافيه ب500 سنه. يعني الناس اللي عندهم عافيه وصحه وعايشين وجابوا وجهه ومتمتعين ولا مرض ولا وجع يقفوا يحسبوا ويستنوا يتحط الميزان ودول بيتمتعوا في الجنه. احسب بقى ميزانك وميزان انت خدت قدام الدنيا عافيه 60 70 100 سنه خدتها، هم هيخشوا جنبيك الجنه ب500 سنه. شوف الايه اللي هقولها لك تاني، الايه دي على فكره كلنا حافظينها بس للاسف كلنا ما نعرفش هي فين. يعني اغلب المسلمين يقول لك انما يوفى الصابرون اجرهم، لكن ما يعرفوش هي فين. ما يعرفوش الايه دي سوره ايه. الايه دي سوره الزمر الآية رقم 10 عشان ترجع بقى بالآية وتشوفها بعينيك وتبص في المصحف تربطها كده. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلمة بغير حساب يعني يعرف كده يفهم بغير حساب برحمة الله سبحانه حتى اليوم مفيش حساب. ربنا يسامحهم ما شاء الله، ربنا يسامحهم. العلماء بيقولوا طبعا كلام جميل، بس العلماء بيقولوا بغير حساب يعني من غير قوانين. اي حاجه ليها قوانين الا الناس اللي صبروا دول على البلاء يوم القيامه ربنا يقول لهم اللي انتوا عايزينه خدوه. مفيش قوانين. يعني الحسنه ب10 اتلغى، الحسنه بضاعف 700 ضعف اتلغى، الحسنه فوق جبال والجنه
قوانين اللي انتوا عايزينه خدوه. مش انا حرمته في الدنيا؟ مش انا منعت عنه الصحه في الدنيا؟ مش انا عملت لكم واحد واثنين وثلاثه وهريت وتعبت وحرمت شوفوا اللي انتوا عايزينه خدوه. يبقى بغير حساب يعني بغير قوانين البشر. اصل كلمه حساب يعني ايه؟ قانون. واحد زائد واحد يساوي ايه؟ 7 يساوي 2. واحد زائد واحد. طب واحد في واحد ودي قوانين. قوانين لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في ايه؟ قانون نيوتن بتاع الهندسه. قانون. لا يوم القيامه ربنا بقى يجيب حبايبه دول اللي صبروا على البلاء. شوف يا جماعه عشان بس بعد ساعه ناس تقول لك ايه؟ احنا خدنا ولا ده هو لسه ما سابش معاك. ده هو لسه ما اتعاملش معاك. ده هو يوم القيامه يجيبك يقول لك انت ولي وحبيبي وانا تعبت وانا مش هحط لك قانون في الاخر. ايه رايك يا سيدي انت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. يا مليون مره خد. اصل الجنه ايه؟ فيها ما لا عين ولا رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ولا خاطر. يعني السعه اللي فيها ولا خطر على قلب بشر. يعني السعه الامكانيات الالهيه اللي موجوده في الجنه ما تخطرلكش على بال ابدا. بغير حساب. يبقى فهمنا بغير حساب بغير ايه؟ قوانين. مفيش قوانين عند ربنا بالنسبه للصابرين. الآية برضه اللي ذكرنا بها أخونا ربنا يبارك فيها إن الله مع الصابرين. معاهم. معاهم يعني إيه؟ يعني المعية بتاع ربنا. المعية، الإحاطة، النصر. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وعد محمد بالنصر والعصر. شوف الصبر يا جماعة. إحنا لو قعدنا نجيب نصوص من القرآن في الصبر والله العظيم هنخرج يوم القيامة ولو قعدنا نجيب أدلة وأحاديث بس هنتكلم فيها بعدين. لكن من تحت ما هو الصبر؟ ويمكن نقول هو الصبر ونخدم. هو الصبر. حد كده ربنا يبارك فيه يقول لي هو الصبر. احنا عمالين نقول صبر صبر صبر. صبر على البلاء. ده نوع اسمه نوع من الصبر. الصيام يعتبر نوع من الصبر. صح؟ صبر على الطاعات، الصبر على البلايات، الصبر دي انواع. لكن يعني انا لو قلت لك مثلا ما هو الانسان؟ تقول لي جسد وروح. صح؟ طب لو الروح طلعت جسد يموت يبقى راح الانسان. طب لو الجسد اتكسر ما فيش. يبقى هو الصبر. الصبر هو شيء مفرد يختص الله بنفسه. الصبر شيء مفرد يختص الله بنفسه. ده معظم جدا. طيب ما تيجي مع بعضنا كده نتعلم من شيخ الاسلام ابن قدامه المقدسي. ابن قدامه المقدسي ده يا جماعه تلميذ من تلاميذ الامام احمد بن حنبل. اسمه ابن قدامه مين؟ المقدسي الحنبلي. شوفوا بقى بيقول بعد ما تصلي على سيدنا اصل الصبر انفعال. بس اوعى تفكر الصبر ده ان انا واحد يتيم ومسكين كده وجوايا مخلول. يعني ما ممكن اقول ادينا صابرين يا رب. ما تعملش حيلة في الصبر. يعني تصبر غصب عنك. ولذلك الرجل يقول فصبر جميل مش اي صبر. ها؟ ربنا يقول لسيدنا النبي اصبر وما صبرك الا لازم تبقى مع ربنا وانت صابر. يبقى اذا الصبر مش حبس النفس على الجزع بس. لا ولا شيء مفرط. لان ممكن يكون مفرط كده ويكون زعلان من جواه وشايف ربنا. ما في واحده بتنام بتقول يا مش قالت لي انا زعلان من ربنا. لا اله الا الله. قلت لها ليه؟ هو اي حد من حقه يشتري ربنا. اي حد من حقك تشتري ربنا. كونك تعترف ان ليك رب وتشتري ده قمه الايمان. قمه الايمان انك تشكي ربنا وربنا. يا رب انا مسكين في اللحظه. والنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم لما طلع من الطائف مطرود ومضروب. قال اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين ويا رب المستضعفين الى من تكلون.
بيشكي ربنا اهو. إيه لا انت سبت لمين؟ الى من تكلوني؟ الى بعيد يتجهمني لهم اهل الطائفه ام الى عدو لهم اهل مكه ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يستدرج الفات عشان يحسن شكره فبيستدرج بيعيد الكره عشان ما يزعلش ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يبقى ممكن تشتغل الست بتقول لي يا الشيخ انا زعلان ربنا. بقول لها ليه؟ قالت لي انا ما بسيبش فرصه. انا ايه؟ ما بسيبش فرصه. وهقول لكم بقى عشان تفهموا ان احنا مش فاهمين الصبر، مش فاهمين معناه. تقول لي انا ما بسيبش فرصه، وكل يوم بفضل الله 10 اجزاء يعني بخلص القران كل 3 ايام، وبصوم اثنين وخميس، وفي رجب وشعبان ورمضان بصوم 3 شهور ورا بعض، وبعمل فضلت تعداد كده، ومع ذلك خدتني ربنا يعمل فيها. المهم ايه؟ فهمتها يعني وقعدنا مع بعض. لكن تعالى شوف بقى عشان تفهم يعني ايه صبر. شوف الشيخ ابن قدامه عليه رحمه الله يقول الصبر. احفظ بقى تاني عشان المره الجايه ان شاء الله انا هنقول الدور ده والشرح. المره الجايه ان شاء الله يوم القادم ان شاء الله. يقول الصبر عباره عن ثبات باعث الدين. يعني الصبر لازم يكون من جو، ما ينفعش يبقى من بره. من بره ده صبر العوام. كل الناس هتصبر، رب هتصبر، بيسوق هتصبر، ساعة يوم القيامة تعمل ساعة زي الراجل اللي مات ابنه وهو وحيد وحكيتها للست، وبعدين زعل من ربنا ابنه وحيد مفيش غيره وعنده 80 سنة، يعني الولد سنة كده، وفجأة كده جاب لنا الولد كفنوا وغسلوا وكفنوا وصلوا عليه وراحوا دفنوه، وبعدين عبد الله رجع كده وقال له انا مش ماشي من هنا، ترجع لي يا ترجع لي ابني مش همشي من هنا. فبص لقى ميه نزلت من السماء كده، نزلت في ايديه مكتوب فيها هذا ما اخذناه منك وردناه عليك فصل عليك. مش هو انت الولد جيب من شويه الميه دول؟ انت اللي عملت المناخير، انت اللي عملت الانف، انت اللي عملت البوق الاسنان، انت اللي صنعت الجلد، انت اللي ركبت العظام، انت ما عملتش حاجه، انت نطفه طلعت منك وانا اللي سويته، انا اللي ركبت وعملت العظم والشعر. عملت ايه؟ استغفر الله وانام ورجع وارجع. اشوف بقى الشيخ اللي قدامه بيقول مش الصبر الصحيح ده، لا اسمع بقى. يقول ثبات باعث الدين. طبعا عندك دين بقى، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. في مقابل يبقى انت عندك باعث من جواك شهوه وباعث ايه؟ دين. الاثنين بيحاربوا بعض، الاثنين بيقاوموا بعض، ثوره جوه. فان ثبت حتى اللي هو داعش الدين، ثبت بتاع الدين، فان ثبت باعث، فان ثبت حتى قهر الشهوه التحق بالصبر. يبقى كل القصه دي بتعملني عشان تدخلني ابقى من الصابرين. يبقى الصبر مش الصبر برنامج اجهزتك اللي جوه لو راضيه بتصنعها، لو بتقتل الشهوات بتصنعها. كلمه شهوات ده دي تاخد بالك لوحديها. عباره عن ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. فان ثبت حتى قهر باعث الشهوات التحق بالصابرين، وان ضعف ضعف. ما قدرش الدين اللي جوه ضعيف. الدين في المساله دي مساله الصبر على البلاء بس، او الصبر على الطعام. فان ضعف حتى غلبت الشهوه ولم يصبر كتب من اتباع الشياطين. حتى لو كان صغير ايه؟ كتب من اتباع الشياطين. او بتعبير ادق زي ما بيقول الشيخ ابن قدامه، ثبات باعث الدين في مقاومه الهوى. طب معنى الكلام ده ايه؟ ان شاء الله المره الجايه كده الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم انك ولا عليهم الكرام فاعطينا الضعفاء فقونا مرضى فاشفنا. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مرضا
الله خير.